الحقيقة ماتش كبير جدا. الحقيقة الأهلي رجع الفرقة اللي احنا نعرفها. الأهلي بيدوس على العين، بيدوس على الوهم اللي صدروه لنا، بيدوس على الفلوس، بيدوس على اللعيبة الكاموفلاج اللي جايبينها، بيدوس على كل معطيات كرة القدم النهاردة بالروح بالإصرار بالعزيمة. ماتش من أمتع الماتشات تكتيكيا وفنيا وبدنيا وروح عالية جدا 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 من لعيبة الأهلي اللي النهاردة كانوا نموذج لكلمة روح الفانيلا الحمراء. الأهلي بيدخل الماتش النهاردة سخنان جعان، مش عايز يفوت الفرصة قدام الجمهور العظيم ده في استاد القاهرة اللي ليه طعم تاني وشكل تاني. هو ده استاد القاهرة. مع احترامنا الكبير لكل الملاعب العربية سواء في السعودية في الإمارات في قطر في أيا يكن فين، ولكن ملعبك استاد القاهرة الملعب التاريخي ملعب الرعب. الاهلي بيفوز النهارده على العين بثلاثيه. الاهلي بيبتدي بنفس تشكيل ماتش الزمالك، بيدخل الماتش سريعا وبيضيع كوره واثنين وثلاثه عن طريق حسين الشحات وامام عاشور ورامي ربيعه. وتحس ان الخوف اللي كان مسيطر علينا من مسلسل اهدار الفرص اللي شفناه في ماتش الزمالك، ولكن سريعا ما الاهلي بيلتقط انفاسه ويرجع مره اخرى بيضغط الضغط العالي اللي بيعرف يغلط العين في التلت الامامي او في نص ملعب العين. بيقدر انه يروح النهارده باكتر من كوره في الدقيقه 30 او 33 تقريبا. مدافع العين بيرجع الكوره بشكل خاطئ. وسام ابو علي الفرود اللي عارف مهام مركزه، مش الفرود المصطنع، مش الفرود اللي بيقوم بمهام راس الحربة، لا راس الحربة الصريح. أهمية وجود راس حربة صريح في النادي الأهلي لا تقل عن أهمية اللعب بحارس مرمى. تخيل لو أنت بتلعب من غير حارس مرمى، أكيد هيجي فيك جوال. تخيل بقى لو أنت بتلعب بقالك موسم واتنين بتلعب من غير راس حربة صريح. يا جماعة احنا كنا بنعاني. ومش حل ان احنا نحط كهربا ولا طاهر ولا كل، لا، راس حربة عارف واجبات مركزه، يعرف يتوقع يعرف يفنش. النهارده وسام ابو علي من اللا شيء جاب لك جول واداك الافضليه. تخيل لو كان وسام ابو علي مش هو اللي موجود، ما كنتش هتعرف تحط جول زي ده، ما كنتش هتلاقي الضغط والخطوره بالشكل ده على فريق العين. بيكمل الشوط الاولاني بعد الجول، يمكن العين دخل الماتش وحاول يسيطر وينقل الكوره وكل الكلام ده، ولكن ما كانش فيه خطوره حقيقيه على الثلاث خشبات. في الشوط الاولاني بيخلص الشوط الاولاني بنقول الحمد لله يا رب 1-0، افضليه نفسيه كل الكلام ده، ولكن انت كان عندك رعب من البدني بتاع الاهلي. البدني اللي انت كنت متوقع انه هيقع في الشوط الثاني نتيجه الضغط اللي عملته في الشوط الاولاني، عكس المتوقع بفضل الروح دي. بيسموها روح ده ده اللعيبه اللي حاسه انها في نعمه عشان جوه النادي الاهلي، مش اللعيبه جايه مضحيه وجاي بس عشان اتدفع لها رقم معين. في لعيبه كل اللعيبه بتلعب عشان الفلوس، وكل اللعيبه بيهمها الفلوس، ولكن الفرق ما بين الانديه العريقه والتاريخيه والانديه المصطنعه زي انديه الخليج اللي بتحاول تستقطب نجوم كره القدم العالميين وتحطهم في فاترينة عرض ظريفه لذيذه، لكن هي فاترينة عرض عامله زي عروسه المولد كده، شكلها حلو من بره لكن ملهاش طعم. هو ده تعليقي على فرق الخليج كلها. بندخل الشوط الثاني بنفس الروح بنفس الاصرار بنفس العزيمه. امام عاشور يضيع واحده شبيهه بماتش الزمالك، نفس القلشه من نفس المكان بنفس الطريقه، برضه يجي لك سيناريو فرص ضايعه ممكن يدخل فيك جول، ولكن سريعا من هجمه مرتده منظمه بينجح فيها ان الاهلي ينقل الكره اللي في اليمين عن طريق وسام لطاهر، وطاهر بيرفع عينه اخيرا ويلعب كره مظبوطه لامام اللي لازم ياخدها طاهر، بس خدها طاهر المره دي وربنا كرم ولبست في وش رجله يمكن في نص الجول شويه، ولكن قوتها هي اللي خلت الكره دي تدخل. بناخد الثقه، بنركب الماتش اكتر واكتر، بنروح بفرص وبنروح بسيطره، نقل كرة سهل ممتنع، لعيبه عندها روح. الاهلي ممتع يا ساده النهارده، ممتع. في لعيب اسمه مروان عطيه، راجل يا مروان، راجل مغطي الملعب كله، الشاش بيقش كل اللي في سكته. الهجمه بتبتدي عنده بتنتهي عنده، حتى لما انت تتفرج على الماتش يا جماعه لا في فرق في التعليق النهارده. فهد العتيبي النهارده مدي الماتش حاجه تانية.
ده احنا بجد في يعني في مرار طافح من المعلقين المصريين، مع كامل احترامي ليهم، لكن ما بقاش عندنا معلق مصري عليه القيمه، وانا اسف. الاهلي بيكمل الماتش بالشكل ده، العين يائس، فرقه بتلعب بمنتهى اليأس، بمنتهى يعني اللامبالاه، ما عندهمش غير على اسمائهم، لان هم جايين عشان دي بس، مش اكتر من كده. بيكمل الشوط الثاني، الاهلي بيعمل تغييرات، عمرو السوليه بينزل، خوفنا انه يوقع الريتم، قفشه بينزل، عمر كمال، اشرف داري بينزل مكان ياسر. الراجل ياسر ورامي النهارده رجاله، فنيا هم مش احسن حاجه، بدنيا وتكتيكيا ومهاريا على الله حكايتهم، واحنا عارفين الكلام ده، ولكن اللي عوضهم ده، انا بلعب عشان دول، عشان الجمهور، عشان اسمي، عشان الشعار، عشان الفرصه ما بتجيليش كل يوم ان انا العب بطوله زي دي. 2 مليون دولار النهارده على الماتش ده، شوف يساوي كام مصري النهارده. شوف ازمات اتحلت، ازمه يعني ازمه سيوله دي، لا يعني فكت لك، تفك لك ازمه، تفك لك ازمه وتريحك، تمام. ولكن الاهلي بيكمل في المباراه الممتعه بتاعته، لعيبه كلها ضغط عالي، وحتى لما بينزلوا يستقبلوا اللعب في نص الملعب بتاعهم، في لعيبه عامله كومباك، واحد واثنين وثلاثه، مثلثات ضغط ومثلثات ضغط في كل مكان في الملعب. اكرم، ياسر، معاه طاهر، الناحيه الثانيه يحيى عطيه الله الممتاز، مع رامي، مع حسين الشحات، بيقابلهم معاهم من نص الملعب، سواء مروان ولا كوكا، يأمنهم ورا ياسر ولا رامي، قدام صدادة اسمها إمام عاشور، قدامه وسام أبو علي، أو جنب بعض بيضغطوا. يروح الأهلي كذا كورة، بيضيع كذا كورة، ساعات تحس إن شكل العين في الماتش ممكن يمسك الكرة، ولكن بدون أدنى خطورة حقيقية. فين سفيان رحيمي؟ فين اللعيبة الأرجنتينية والبرازيلية اللي قالوا عليهم بقالهم أسبوع؟ اللعيبة دي ما جاتش النهارده، مش عشان هم وحشين، عشان انت النهارده لعبت حلو، الاهلي لعب حلو، الاهلي ادى حلو، الاهلي لعب بروح. كل الفرق دي بتلعب قدام فرق ما عندهاش روح، سواء في الدوري الاماراتي ولا الدوري القطري ولا الدوري السعودي، يمكن اكثرهم فنيا الدوري السعودي، ولكن ما فيش الغل الكروي، الروح، انك انت مش كل يوم بتلاقي استاد القاهره على اخره، مش كل يوم تلاقي ايفنت ولا حاجه زي كده. يفرق معاك جدا تاريخيا للجيل ده، انه جيل تاريخي، شئنا ما بين جيل تاريخي. احنا كجمهور الاهلي مش الجيل ده الاكثر قربا لقلوبنا، احنا يمكن لسه فاكرين جيل ابو تريكه وبركات ومتعب والناس دي، ولكن الجيل ده مما لا شك فيه انه عمل تاريخ كبير جدا 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 على مستوى الانجازات القاريه، تفوق الجيل الذهبي بتاع ابو تريكه وبركات. نهاية الاهلي بيعرف ياخد ضربة جزاء، مجدي قفشه اللي اول مره بنشوفه ان هو عنده الشجاعه والثقه انه هيدخل وبيحط الكره في نص الجول، ربنا كرمه النهارده نتيجه ان في روح في الفرقه، الفرقه كلها منضبطه. قرار وجود مدير كوره ده كان مهم جدا جدا جدا، ولا نغفل ان الاهلي اثر في ملف الصفقات، وان اللي انت شايفه النهارده ده هي روح لعيبه. فنيا انت عندك قصور، لسه محتاج نص ملعب مهاجم، لسه محتاج اطراف، لسه محتاج مهاجم صريح او اتنين مهاجمين كمان صراحة يقدروا ان هم يساعدوك في الهجمات. محتاج تنظف الفرقة من شوية لعيبة مش هنتكلم عليها النهاردة، مش وقته. نحتفل، نفرح. الاهلي عاش اسبوع عصيب جدا من بعد ماتش سيراميكا ومرحله الشك اللي احنا كنا كلنا عايشين فيها. احنا قلنا هنخسر السوبر من الزمالك ونخسر ملاعين واقاله كولر ودخلنا في سيناريوهات بقى عدم استقرار وتدخل الموسم بالشكل ده. الاهلي بينقذ الموسم بتاعه في اسبوع، بصراحه اسبوع مثالي، او 5 ايام من يوم الخميس النهارده الثلاث، 5 ايام افراح اهلاويه، نتيجه ان انت مش كسبت، ان انت شفت الفرقه عندها روح. ده الفرق ما بين ان انت كاهلاوي بتفرح بالمكسب وبيب بيب، وان انت بتشوف اللعيبه بتموت نفسها. في لعيبه كتيره جدا رجعت لمستواها، زي اكرم توفيق لما رجع في الباك اليمين، مروان عطيه فاق، كوكا وجوده مهم جدا، امام عاشور بدا النهارده، امام عاشور رجع لشويه من امام عاشور بتاع السنه اللي فاتت وشويه من بتاع الزمالك، وسام ابو علي مهاجم، ولكن انا ما ينفعش اكمل بيه الموسم، ما ينفعش اكمل بيه الموسم. اشرف داري ويوسف ايمن لازم ياخدوا فرصه نشوفهم اكتر، وده هيبان اكيد في ماتشات الدوري. نحتفل، الاهلي انقذ الموسم بتاعه او بدا بدايه كويسه بثقه كبيره جدا قدام الزمالك، الفريق المحترم ذو الشخصيه. وفي
في نفس الوقت بيكسب العين، بيكسب بثلاثيه جميله جدا. مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لجمهور الكره المصريه. نشوفكم ان شاء الله في مباريات لاحقه. تصبحوا على خير، سلام عليكم.